من 30 سنة ورجعنا بصينا عليها النهاردة، هنلاقي إن كل حاجة تقريبا اتبدلت. تحالفات انهارت وعداوات قديمة اختفت وظهر مكانها تحالفات وعداوات جديدة خالص. فاللي حصل ده مش مجرد تغيير بسيط، ده إعادة تشكيل كاملة للمنطقة. إزاي وصلنا لكده؟ وإيه شكل النظام الجديد ده اللي هنحاول نفهمه مع بعض. خلينا نرجع بالزمن لورا شوية، سنة 1991. العالم كله بيتابع حرب الخليج، وفجأة صواريخ سكود عراقية بتنطلق وبتضرب تل أبيب وحيفا. المشهد ده بيلخص النظام القديم كله، مواجهة مباشرة وواضحة بين دولة عربية العراق وبين إسرائيل. دي كانت قواعد اللعبة وقتها، والكل كان فاهمها كويس قوي. لعقود طويلة الصراع المحوري كان نقدر نقول بسيط في تركيبته. دول عربية في مواجهة إسرائيل، كانت حروب جيوش نظامية وخطاب سياسي بيتكلم عن قومية وحدود. وفي المعادلة دي العراق بقيادة صدام حسين كان لاعب أساسي، كان بيمثل قوة سنية ضخمة بتعمل توازن مع باقي القوى في المنطقة. اللي قدامنا دي مش مجرد وثيقة تاريخية، دي تعتبر نافذة بنبص منها مباشرة على عقلية وتفكير المرحلة دي كلمات صدام حسين بنفسه، بتورينا بالظبط المنطق اللي كان بيحكم قرارات منطقة بحالها. الجملة دي بتلخص كل حاجة حرفياً. الخطاب الرسمي وقتها كان قايم على رفض أيديولوجي كامل. فكرة التعايش نفسها ما كانتش مطروحة أصلاً على الطاولة بالنسبة للعيبة كبار زي العراق. الصراع هنا كان صراع وجود، مش مجرد خلاف سياسي على حدود. وفجأة كل ده اتغير. سنة 2003 هي السنة المفصلية. الغزو الأمريكي للعراق ما كانش مجرد تغيير نظام حكم وخلاص، لا، ده كان أشبه بزلزال جيوسياسي ضرب المنطقة كلها وكسر قواعد اللعبة القديمة دي للأبد. مع سقوط بغداد اتخلق فراغ قوة مرعب. العراق اللي كان طول عمره بيمثل حائط صد ومنافس رئيسي لإيران فجأة اختفى من المعادلة. وزي ما بنقول، الطبيعة والسياسة كمان لا تقبل الفراغ، وكان لازم حد يملى الفراغ ده. المقارنة دي بتوضح حجم التحول الرهيب اللي حصل. الصراع الأساسي في المنطقة ما بقاش بالضرورة صراع عربي-إسرائيلي، وبدلاً منه ظهر محور جديد بيتكون، هدفه الأول والأخير هو مواجهة النفوذ الإيراني اللي عمال يكبر. خريطة الصراع اترسمت من أول وجديد. وطبيعي جدا لما التهديد الرئيسي يتغير، التحالفات كمان لازم تتغير. المصالح المشتركة وتحديداً الخوف من إيران بقت فجأة أهم من العداوات الأيديولوجية القديمة. وهنا بتيجي اتفاقيات أبراهام كتجسيد واضح جدا للواقعية السياسية الجديدة دي. الاتفاقيات دي أو بصينا في تفاصيلها هنلاقيها عملية حسابات دقيقة جدا. كل طرف كان داخل وعنده أجندته ومصالحه الخاصة، مصالح جيوسياسية زي مواجهة إيران، مصالح سياسية داخلية، ومصالح اقتصادية زي الحصول على تكنولوجيا متطورة. كانت صفقة مصالح بحتة. والاقتباس ده بيحط إيدينا على حجم وأهمية الخطوة دي. لاءات الخرطوم الثلاثة الشهيرة، لا صلح، لا اعتراف، لا تفاوض، دي كانت عقيدة السياسة العربية لعقود. الاتفاقيات دي كانت إعلان صريح إن البوصلة خلاص اتغيرت وبقت بتشاور على المصالح الوطنية المباشرة، مش على الأيديولوجيات القديمة. طيب، ده كان شكل المحور الجديد اللي بتكون. على الناحية التانية بقى، إيران كانت بتبني استراتيجيتها الخاصة والمختلفة تماماً. بدل المواجهة المباشرة بين جيوش الدول، إيران قررت تعتمد على شبكة معقدة من الحلفاء والوكلاء في كل حتة في المنطقة. المصطلح ده محور المقاومة، هو مفتاح فهم استراتيجية إيران. الفكرة ببساطة، بدل ما تستنى المعركة تجيلها لحد عندها، هي بتصدرها لأرض خصومها عن طريق حلفائها. استراتيجية ذكية، تكلفتها أقل ومخاطرها المباشرة أقل بكتير. ولو بصينا على خريطة انتشار الشبكة دي، هنلاقيها ممتدة من لبنان على البحر المتوسط لحد اليمن عند البحر الأحمر. كل فصيل من دول ليه حساباته وأجندته المحلية الخاصة، لكن في الآخر كلهم بيشتركوا مع إيران في أهداف استراتيجية كبيرة، وعلى رأسها طبعاً تحدي النفوذ الأمريكي والإسرائيلي. تمام، بكده بقى عندنا صورة واضحة للاصطفاف الجديد، محورين واضحين قصاد بعض. السؤال المهم دلوقتي، المنطقة رايحة على فين؟ الخبراء بيطلعوا 3 تصورات أو سيناريوهات محتملة للمستقبل. السيناريو الأول هو السيناريو المتفائل، واللي بيقول إن توازن القوى الجديد ده ممكن يخلق نوع من السلام البارد أو الحذر. فكرة الردع المتبادل بين الطرفين ممكن تمنع حرب كبيرة وتفتح مساحة صغيرة لحل المشاكل بالدبلوماسية، حتى لو التوتر فضل موجود. السيناريو التاني أو السيء هو يمكن الأقرب للواقع اللي بنعيشه دلوقتي. التحالفات الجديدة دي بتركز كل اهتمامها على الخطر الإيراني، وفي المقابل بتتجاهل أو بتهمش قضايا جوهرية زي القضية الفلسطينية. النتيجة بتكون سلام ظاهري بين الحكومات، لكن تحت السطح كل جذور الصراع الحقيقية لسه موجودة وممكن تنفجر في أي لحظة.
ونيجي للسيناريو الثالث وهو القبيح، وده بصراحة كابوس المنطقة. السيناريو ده بيحصل لو إيران شافت التحالف الجديد ده كحصار بيهدد وجودها، فتقرر إن الرد لازم يكون تصعيد شامل، إما عن طريق حروب الوكالة أو الأخطر من كده بكتير، عن طريق إنها تحسم قرارها وتمتلك سلاح نووي، وساعتها المنطقة كلها ممكن تنجر لحرب كارثية. في النهاية اللي مفيش عليه خلاف إن الشرق الأوسط دخل فعلا عصر جديد بقواعد لعبة مختلفة تماما. لكن السؤال الأهم بيفضل مفتوح: هل القواعد الجديدة دي هتوصلنا لاستقرار حقيقي ولا هي مجرد هدوء بيسبق عاصفة أكبر بكتير؟ الإجابة لسه بتتكتب.